فرض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب شروطه من أجل العودة من جديد لاستكمال مسابقة الدوري المصري. ويشترط النادي الأهلي إعادة لقاء القمة ضد نادي الزمالك من خلال تواجد حكم أجنبي لتحكيم المواجهة ضد الغريم التقليدي، بالإضافة إلى عدم خصم النقاط الثلاث والتراجع عن أي عقوبات. ويرى مجلس إدارة النادي الأهلي أن الشرط الوحيد لاستكمال المسابقة هو التراجع عن قرار تواجد حكم مصري في لقاء القمة، وعدم اعتماد النتيجة التي حدثت باعتبار الفريق الأحمر مهزوما بنتيجة 3-0. ويبقى شرط النادي الأهلي من الصعب تحقيقه، خاصة بعد تمسك نادي الزمالك باعتماد نتيجة اللقاء، وذلك من خلال عدم حضور القلعة الحمراء للقاء القمة. وصل الحكم السعودي محمد الهويش إلى القاهرة، وذلك بعد التواصل الذي حدث بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل توفير حكم لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك. رغم وصول الحكم السعودي، الزمالك يتمسك بنقاط القمة ويخشى من مواجهة الأهلي. والمفاجأة المدوية هي رفض نادي الزمالك إقامة لقاء القمة ضد النادي الأهلي من خلال حكم أجنبي، كما تم رفض جميع الحلول بشأن تأجيل اللقاء من أمس الثلاثاء إلى الأربعاء أو الخميس. وجاء وصول طاقم التحكيم السعودي بقيادة محمد الهويش بناء على تحركات من جانب وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي من أجل التعامل مع الأزمة. وتبخر الأمر في ظل رفض نادي الزمالك تأجيل اللقاء أو تعديل الحكم، وتمسك المجلس الأبيض بالحصول على النقاط الثلاث. وكان النادي الأهلي قد هدد في الساعات الماضية بعدم خوض لقاء القمة حال وجود حكم مصري، بالإضافة إلى الإعلان عن الانسحاب بشكل رسمي من خوض بطولة الدوري المصري. ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتوجيه الشكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وطاقم التحكيم الذي وصل إلى القاهرة، والذي يقيم في الوقت الحالي في أحد الفنادق في مصر الجديدة، على أن يعود إلى بلاده من جديد في الساعات المقبلة بعد تعثر إقامة لقاء القمة. فتحت العديد من الأندية في بطولة الدوري المصري الباب أمام خطوة عدم استكمال مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة. هناك رغبة من أندية الإسماعيلي ومودرن سبورت، وقد ينضم لهم بعض الأندية الأخرى من أجل عدم خوض المسابقة. وشهدت الفترة الماضية أخطاء تحكيمية كبيرة في بطولة الدوري المصري استفاد منها العديد من الأندية مثل بيراميدز والزمالك، وهو ما جعل النادي الأهلي يطلب تواجد حكام أجانب في مبارياته ضدهم في انطلاق الدور الثاني الحاسم. ويترقب النادي الأهلي خطوة اعتماد نتيجة لقاء نادي الزمالك من خلال رابطة الأندية، وذلك من أجل التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أن الرابطة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطوة توفير حكم أجنبي للقاء القمة بين الأهلي والزمالك. ومن المقرر أن تتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة بشأن مصير بطولة الدوري المصري، وذلك في ظل الورطة التي حدثت لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ورابطة الأندية عقب رفض القلعة الحمراء خوض لقاء القمة ضد نادي الزمالك. وكان النادي الأهلي قد اشتكى في الفترة الماضية من وجود مخطط لمنح الدوري إلى بيراميدز في الموسم الحالي، وهو ما رفضه المارد الأحمر بشدة من خلال العديد من البيانات على مدار المرحلة الماضية. وجاء رفض النادي الأهلي خوض لقاء القمة ضد الزمالك ليمهد بشدة طريق أمام فريق بيراميدز لحصد اللقب المحلي، وذلك بعد توسيع فارق النقاط مع القلعة الحمراء. أعرب عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة السابق عن أسفه مما يحدث على الساحة الكروية بخصوص أزمة مباراة الزمالك والأهلي. قرر الأهلي عدم خوض مباراة الزمالك التي كان مفترضا لها في 9:30 مساء اليوم بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الاعتراض على عدم إسناد القمة لحكام أجانب. وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون سبورت: أنا ليس لدي علاقة برابطة الأندية منذ عام ونصف، لا أحضر اجتماعات، لا أتخذ أي قرارات، ولا أعرف ماذا يدور في الرابطة، ولا أتواجد حتى في الجروب الخاص بالرابطة. وأضاف: أتأسف للجمهور لأن اسمي كان مرتبطا بالرابطة وسط هذا الحدث الذي نراه حاليا. أشعر بالحزن بسبب ارتباط اسمي بما يحدث، والحمد لله أنا برا القصة دي من فترة بعيدة. وأكمل: المشكلة الحالية تتلخص في مين اللي عاوز يمشي كلامه، رابطة الأندية أم اتحاد الكرة. وتابع: أتساءل لماذا يتم الإعلان عن مواعيد مباريات المرحلة الثانية من الدوري فجرا بشكل مفاجئ. القرعة كانت تتم بكل شفافية عندما كنت موجودا في الرابطة.